ايه قشطه طمني، عملت في حوار المهاجم اللي قلت لك عليه. الولد مبابي عمال يفوت قطر ريال مدريد، مع اني حذرته قلت له بيعدي مره واحده بس في الموسم. طب ما تسيبك من ابن فايزه ده يا ريس بقى ونشوف مهاجم تاني كده يظبط الدنيا. انا سمعت ان هاري كين هيسيب توتنهام، هو نفس البروفايل بنزيما وهو هينفعنا. هاري كين لا 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 مش حاسه. بص خد خسيله ماشي نفسك بيه وخلاص. يا قرش خسر له يا قرش بقيت خمع دوري ابطال. يا قرش الو، هل تسمعني؟ انت مش محصل سمكه زينه حتى. في ايه يا كوتش؟ بقول لك يا جود، انت عمرك لعبت مهاجم ياض ولا مره يا كبير؟ تبقى الفرصه جات لك من المحظوظه. محدش يقدر ينكر ان بلينجهام بادئ بدايه ممتازه مع ريال مدريد، خد اول شهرين مع الفريق ساهم 11 جون في 9 ماتشات، وكمان هو هداف الدوري الاسباني برصيد 6 جوان، وده بفضل جودته الكبيره في ادراك المساحه والقدره على عمل انطلاقات تخترق الدفاع. بيلينجهام رغم انه لاعب وسط كان حل مشكله المهاجم ريال مدريد. بيلينجهام في الدوري الاسباني من معدل اهداف متوقعه 3.37 قدر يسجل 6 جوال. رودريجو من معدل اهداف متوقعه 2.88 سجل جون واحد بس. خوسيلو من معدل اهداف متوقعه 4.3 سجل اربع اهداف وضيع 5 اهداف محققه. لكن الشيء غريب بخصوص بيلينجهام ان لما بنتكلم عنه بنستخدم حاجات زي هداف مقارنه بالاهداف المتوقعه، رغم ان المفروض لاعب وسط، لكن مش دي حاجات اللي بنتكلم عنها في لاعب وسط. المفروض مثلا لعيبه زي فرينكي دي يونج وانزو فرنانديز وجوندوجان وماكاليستر، اول حاجه بنقولها عنهم لما نتكلم عنهم هي دورهم للفريق في الثلث الاول والثاني من الملعب في مرحلتين بناء اللعب وتطوير الهجمه، وانهم لعيبه بيساعدوا فريقهم في الخروج بالكره من الضغط والتقدم بالكره. لكن بيلينجهام مش بيعمل الدور ده خالص. في الحقيقه بالنسبه لعدد تمريراته في نص ملعب فريقه، فبيلينجهام عنده معدل تمريرات 12.9 تمريره في الماتش الواحد في نص ملعب فريقه، اقل من كل اللي قلناهم. مش بس كده، لكن كمان اقل لاعب في ريال مدريد في الوسط، اقل حتى من فيدي فالفيردي. الاحصائيه دي بتوضح حاجه مهمه عن بيلينجهام، انه مش لاعب مسؤول عن مساعده الفريق في مرحله بناء اللعب، لانها مش من نقط قوته. وعاده لما بيكون ريال مدريد بيبني اللعب تشوف جود بيلينجهام بعيد عن الكوره عن خط الهجوم. هنا بفكر ان ممكن جود يكون من نوعيه لاعب وسط المتقدم لو عنده ابعاد دفاعيه كتير، لانه بيصنع فرص كتير للفريق. لكن بنشوف ان معدل صناعه بيلينجهام 1.3 تمرير مفتاحيه في الماتش الواحد، اقل من مطلوب لاعب من النوعيه دي، مقارنه بجوندوجان في برشلونه، فودن والفاريز في السيتي، او حتى فيرتز لاعب في فيركوزن. طب ايه يعني انت عامل فيديو تقول بلينجهام ملوش فيها؟ لا، انا جاي اقول ان جود بلينجهام لاعب كبير والتعاقد معاه ممكن يكون حل مشكله ريال مدريد دلوقتي، لكن سبب مشاكل فنيه للفريق ده اكيد. اظن كلنا اتفقنا دلوقتي ان بلينجهام لاعب وسط بنوعيه مختلفه، مش بيشترك في بناء اللعب ومش بيخلق فرص كتير، لكن نقطه قوته هي القدره على اختراق دفاع الخصم، سواء بتحرك من غير كوره او بنعمل بول كارينج او تحمل تقدمي للكوره يخترق بيه دفاع الخصم زي ما عمل ضد نابولي في الماتش الاخير. نسيت اقول لك، بيلينجهام احصائيا اعلى لاعب وسط في العالم في المراوغات بمعدل 2.58 مراوغه في الماتش الواحد، ومن الافضل في التقدم بالكوره بمعدل 3.12 في الماتش الواحد، دي نسبه كبيره. بس عشان يقدر بيلينجهام يفيد فريقه بالمميزات دي لازم يكون في مساحه معينه يخترق بيلينجهام ليها، سواء بالتحرك من غير كوره او عن طريق مراوغه او حمل تقدمي للكوره. وبكده بتحاول مهمه افراد الهجوم في ريال مدريد وبالتحديد فينيسيوس ورودريجو ان هم يخلقوا مساحه لبيلينجهام بدل ما كانوا هم اللي بيستغلوا المساحه اللي بيخلقها لهم بنزيما زمان. نتيجه لكده بيكون فينيسيوس ورودريجو في مناطق اقرب من العمق في وضعات مش مناسبه ليهم وبيلتحموا كتير، طبعا ده بيضرهم ويضر مستواهم، لكن بينتج عنه مساحه لجود بيلينجهام بيخترقها ويسجل ريال مدريد يكسب. طب ما كله مبسوط اهو، انت ايه اللي مضايقك بقى؟ انا بس بحاول ابص للمستقبل. دلوقتي وسط ريال مدريد مفيهوش ولا لاعب كنترولر غير توني كروس اللي عنده 33 سنه. في نهايه الموسم كروس هيمشي من مدريد، وقتها الريال هيحتاج يشتري لاعب كنترولر، لكن معروف ان اولويه ريال مدريد كل ميركاتو مين بالظبط كده. فهل بعد التعاقد مع بيلينجهام 103 مليون استرليني وبعد مبابي بمرتب عملاق هيكون ريال مدريد عنده ميزانيه انه يتعاقد مع لاعب وسط صف اول؟ بلاش. دلوقتي في تشكيله فيها بيلينجهام وفينيسيوس ومبابي، الثلاثه محتاجين حد يسحب الدفاع ويفضلهم المساحه، وانهم اتنين بيتحركوا نفس المساحات اللي هم فيني ومبابي نفس المركز كمان. وحتى لو مبابي لاعب مهاجم فمهاجم مختلف 100% عن بروفايل كريم بنزيما. الحل المنطقي ان ريال مدريد ما يجيبش مبابي ويسعى للتعاقد مع مهاجم ببروفايل كريم بنزيما يساعد بيلينجهام وفينيسيوس، لكن كلنا عارفين ده مش هيحصل. بس كده خلصنا الفيديو، اتمنى يكون عجبكم وقولوا رايكم في الكومنتات ايه حل المشكله دي. يلا سلام عليكم.